اهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من ما وراء النجوم. الفيديو بتاع النهارده انا عامل رياكت على مطعم شو ما وراء النجوم. النهارده هنجرب، يلا بينا. هل الاكل ده طعمه حلو ولا لا؟ هل يستحق فلوس كتير قوي اللي هندفعها فيه ولا لا؟ يلا بينا. وكان اخر فيديو نزله عن الاكل الهيلثي، اللي هو الاكل الهيلثي، الناس اللي بتعمل دايت وكده. راح كذا مكان في ايجيبت. بصراحه انا شفت الفيديو، بس بصراحه الاكل حلو يعني. المشكله كلها بس هتكون بس في الايه، في الاسعار. في لو جيت بصيت على المنيو مثلا، كان افريج اقل حاجه يعني في 160 جنيه 230 220 235. يعني ده كله بيبقى في سندوتش تقريبا، بيبقى في حاجه كبيره يعني. عاوزين نشوف كده البريبريشن بتاعه عامله ازاي. لا ما عندناش تمام يعني. قلتهم برضه لو هم عارفين الحاجات اللي دي دايت ولا لا، او فيها كالوريز ولا لا. قالوا لي لا ما عندناش معلومه. خير ان شاء الله. هو شكل الاكل حلو يعني، هو شكل الاكل حلو نفسه يعني. في هاليبينيو، في تشيدر تشيز، جبنه تشيدر، في صوصات. اعتقد ده جواكامولي تقريبا. العيش شكله حلو قوي، خاص بالدايت وكده. بصراحه بحب اتفرج على الفيديوهات بتاعت يعني خالد، لان هو بصراحه بيعمل جو كده. هو تحس ان هو يوتيوبر مختلف عن بقيه اليوتيوبرز يعني. هو لا، هو بينزل يصور فيديوهات ويعمل جو، ياخدك في جوله كده، تلاقي نفسك شويه في ايجيبت، ثاني فيديو تلاقيك في الساحل، ثالث فيديو في دهب، رابع فيديو في وسط البلد بقى. لا هو بصراحه هو في حته ثانيه بقى. ان هو اعتقد هو اليوتيوبر المصري الوحيد اللي بجد تحس ان هو بيقدم محتوى حلو. اكتر حاجات اللي بتشبعني الهيلثي يعني، ده غير ان هم عندهم برودكتس كتير بيبيعوها لوحدها. اشهرهم واكتر حاجه بحبها عصير برتقال. عصير برتقال بتاعهم تحفه. ليتشي اول مطعم جربناه اديله وانا عامه قبل ما اشوف الريد، انا الليتشي جربته قبل كده، وبصراحه هو حلو جدا جدا يعني. هو ياخد علامه كامله، ياخد 10 من 10، فما اعرفش هو يديله كام بصراحه. ريتنج 10 اوت اوف 10 بصراحه. بس كده متفقين، يبقى هو فعلا ليتشي مكان ممتاز قوي. برضه من اجمل الفيديوهات اللي عملها مؤخرا، تقريبا من شهرين ثلاثه، كان الفيديو بتاع الساحل وهو فاضي يعني. الفيديو هو الساحل فاضي، فاهم؟ لو كان دايما يقول لك هو الساحل المفروض يبقى مكان فاضي هادي كده، مش زحمه. لا بصوا يا جماعه، مكان يعني فاضي هادي جميل، مفيش كيو ار كود، مفيش حد بيقول لك حاجه. لا بس هو بصوا، حتى هو هيقولها دلوقتي. والله ما بقول اي كلام وخلاص. والله ما بقول مش بقول كده عشان هم ورايا. والله يعني القهوه مش حلوه بصراحه. انا قلت حلوه كده وخلاص. مراسي الصباع في العالمين. انا دلوقتي في العالمين. التيره دي حلوه، مش بقول ده كل كده المفروض يبقى فاضي كده. فاهم ليه؟ بص يا جماعه، هيقولها دلوقتي اهو. يعني هو السحب المفروض يبقى كده يعني. هو بجد السحب المفروض يبقى كده، المفروض يبقى فاضي كده وسهل. المفروض ان هو يبقى طوابير وكيو ار كودز واشباح وسرسجيه وناس جايه بس المفروض والله هو مفيش حد يجي يتمنظر او يبقى في طبقيه او تكبر. تفشخر. هو المفروض يبقى فطير. بصوا قالها اهو، مفيش يجي يتفشخر وطبقيه والكلام من ده. سجق وبحر بس يا جدعان يعني الفيديو بصراحه بيلخص لك الساحل لما بيكون فاضي بيبقى عامل ازاي، وبيبقى حلو وجميل كده والدنيا فيه رايقه، عكس لما بيكون زحمه وفيه حاجات غريبه كده وسرسجيه وشبيحه، ناس جايه تتفشخر بفلوسها واللي يتنطط عليه بيتخانقوا مين يدفع اكتر في كوبايه ميه مثلا او في علبه عصير. فالفيديو ده بصراحه من احسن الفيديوهات اللي هو عملها، 10 على 10. طبعا احمد بايشر اللي ما عرفوش، ده المصور الرسمي بتاع خالد وساجي. مش عارف ليه سحب على القناه بتاعته، ما عادش بينزل على فيديوهات خالص. ياد الموجي كان واقف ورا. الفيديو ده كان من سنه، كان في الساحل برضه، كان عيد ميلاده. بس الفيديو ده يا جماعه حلو قوي. ليه بقى؟ لانه فيديو عائلي. بصوا عشان تفهموا قصدي، هو تقريبا كان رايح مع عيلته، حماه وحماته ووالده ووالدته. بس الفيديو ذات نفسه حلو يعني. الفيديو ذات نفسه حلو. عارفين اجواء المصيف بتاعت زمان دي؟ هو الفيديو عباره عن كده. براحتك بقى. ايوه. انا عاوز اقول لكم ان الفيديو ده منزله اصلا عندي على الموبايل وعلى على اللابتوب، محتفظ بيه يعني. كل ما احب كده اعيش اجواء الساحل او البحر او المصيف العائليه، هو ده الفيديو بالنسبه لي. ايوه. ليه خايف؟ هو ده حماه، اعتقد دي قريبته. سمو ليه؟ لا بالعكس، على فكره المروحه دي عندي واحده منها، اللي هي بتلبس على الرقبه دي. ليها تهويه كده. كده ممكن تشغل مزيكا او حاجه. لا انت ممكن تحطها في في بقى واحده تانية بس انا ما جبتهاش، بتطلع رذاذ ميه. بص الراجل ده قريبه تقريبا، فانا بطالب بفيديو تاني معاه، لانه هو شكله كده من الناس بتوع زمان، اللي هو الزمن الجميل، اللي هو حضر بقى اسكندريه بقى ايام المعموره وعجمي والحتت دي. فبنطالب بفيديو معاه، لان هو بصراحه دمه خفيف بامانه. لكن ميه مارينا تحفه. ايه الوحش في مارينا؟ زحمه بس الدخول والخروج. دي بقى ليه بقول لكم ايه، طالب بيعمل فيديو معاه تاني، لان دي اكتر حته فاني في الفيديو كله. فهو بيساله بيقول له ايه اكتر مكان بتحبه في الساحل؟ اتفضل في الساحل. انا مكان المفضل في الساحل سيدي بشر. فهو رد عليه بسيدي بشر. سيدي بشر دي حته مالهاش علاقه بالساحل يعني، حته كده ايه بره. لا الفيديو بصراحه حلو. وبعدين هم كملوا ان هم طلبوا اكل وحاجات. سلطه الرنجة من اكتر الحاجات اللي بحبها مؤخرا بسببك. ايوه. ده ايه ده بقى؟ فنجان متبل او راهب. ده الراهب ده. عادي مش دايت. ما وراء النجوم من اجمل الفيديوهات بقى اللي عملها في ما وراء النجوم الفيديو بتاع بنها. الفيديو بتاع بنها ده تحفه
تحفه يعني بجد تحفه كده. قلت لك من شويه هو مره هتلاقيه في الساحل، مره في ايجيبت، مره في اماكن غاليه قوي كده، هتلاقيه بيلف المحافظات عادي. بنها حلو قوي على فكره. الحته دي اسمها الفيلا. ايه ده؟ في مكان بتاع يوجا، مش عارف الكلام ده. انبهرت ان انا لقيت في مكان بيعمل ماتشا في بنها. احنا هنروح هو عامة الماتشا بقت موجودة في كل مكان في مصر، يعني حتى لو انت في مركز مش لازم مدينة كبيرة هتلاقي في ماتشا بتتعمل، بس طبعا باختلاف الجودة. اتس ويست كويس and it's green. it looks green. ما انت المفروض تبقى ايه؟ في ناس بتعملها وحش. انا بس عايز اقول حاجه، كل الحفله دي ب 295 جنيه كل ده. ممكن ناس تقول لك على فكره ده كتير ها، بس هو مقارنه بالقاهره يعني. انت في القاهره مقارنه بالقاهره. استنى. انا عايز اقول حاجه هو ما دوتش الماتشا قبل كده، فبصراحة ما اعرفش طعمها عامل ازاي، بس في ناس بتحبها عامة. مهمه قوي، الكوبايه دي حلوه بلاستيك، عارفين الحوار بس مش وحش. القاهره في ماتش. بعدين في الحتة دي تقريبا شافوا الفيديو بتاع ابو حميد فود، هو من بنها فود بلوجر بيعمل فيديوهات اكل. عادي مول مصر مول العرب. انا مصدقه بنها حلوه. بعد الفطار بساعتين كده طلعت على كشري بيت جحا اللي في الأهرام علشان آكل أحلى طبق كشري بالفراخ وطعم الكشري والله انا لسه ما اكلتش وانا بصور، فانا جعان بامانه يعني. هو اعمل الاندومي اللي انا حاططها هنا. بجد عجبني جدا، وسعر الطبق دوت 35 جنيه. وبعد كده حليت 8 من 10. كانت توجعك. ممدوب بالفراخ. هو ممكن ياخدني معاهم في الجولات اللي بيعملوها دي. الفراخ نفسها طعمها حلو. طب كويس. كشري بحر اجمل كشري في مصر. كده نتمشى كده